شباب كتير بيكونوا عايزين ياخدوا خطوه ان هم يجيبوا موتوسيكل ياباني مستعمل، بس بتقابلهم تخوفات وتساؤلات كتير، زي الموتوسيكل ممكن يبقى حلو ولا لا، راشش ولا لا، الشاسيه منحوم قبل كده، طب اشتري من معرض ولا اشوف حد بيبيع الموتوسيكل بتاعه، وهو اصلا معرض ارخص ولا اغلى. وعلشان كده قررت اخلي حد عنده الخبره الكافيه انه يجاوب على كل الاسئله دي. ازيك يا سامح، عامل ايه؟ الحمد لله. لو انا دلوقتي عايز اشتري موتوسيكل ياباني ولسه الموضوع جديد عليا ومش عايز يضحك عليا وعايز اطلع باحسن تجربه ممكن اطلع بيها، وانت بما انك عندك خبره في الموضوع ده ممكن تنصحني بايه؟ انا سامح ريس، شغال في الموتوسيكلات الياباني والريس بقالي 14 سنه من ايام ما كان عندي 18 سنه. ماشي، حاول تلخص لنا كده اهم النقط اللي ممكن ان انا اركز فيها وانا بشتري الموتوسيكل الياباني. النقطه الاولى واهم نقطه ان انت تعرف ان الموتوسيكل ازاي ما يكونش حالل، لان ده اهم حاجه في الموتوسيكل. مواتير النهارده من 80,000 ل 150,000 جنيه، فاهم حاجه تعرف ان الموتوسيكل مش حالل ازاي. اول حاجه تبص عليها لو في تعريق زيت من الجوانات او الحتت اللي بيتفك منها الموتور، زي وش التكيات، وش الدبرياج او الكهرباء او الكارتيره، او البلوك بتاع الموتوسيكل نفسه او الموتور نفسه، ووش السلندر. بتعرف ازاي ان الموتور ده حالل ولا لا؟ بتعرف من المسامير بتاعه الموتور، بتشوف لو في مكان مفك او مسامير معلمه. تاني حاجه بتشوفها هي الجوانات. جوانات الفابريكا بتبقى معروفه، ممكن تشوفها من على النت، تشوف اشكالها، تشوف الوانها. كل موتوسيكل بيبقى ليه جوان مخصص ولون معين. وفي موتوسيكلات بتبقى حديد على حديد، فبتشوف منظر السيليكون، لونه لازم يكون اللون بتاع المصنع، في نفس الوقت التساوي بتاعه ما يكونش ان هو خارج وداخل، بيبقى ليه شكل منتظم حلو للعين كده، بتعرف انه حالل ولا مش حالل منه. طبعا يفضل ان انت تجيب ميكانيكي يكشف لك على الموتوسيكل، لان الموتوسيكلات غاليه. انت كشخص مبتدئ انت بتبص النظره الاولى مبدئيا بنظره، بتشوف هل هو حالل ولا لا. ارتحت لشكل الموتور، في لحظه التخليص بيجيب الميكانيكي معاك، لازم برضه يبص عليها نظره نهائيه. تاني حاجه بتبص عليها هو الفايبر راشش ولا مش راشش، التانك راشش ولا مش راشش. بتعرفها من الاستيكرات بتاعه الفابريكا. استيكرات الفابريكا حتى لو اتعملت ما بتبقاش 100% الكواليتي، وبتلاقي ان حتى لو اتلزقت والموتوسيكل اترش وجاب استيكرات الفابريكا وحطيتها على الموتوسيكل وترجع ترش عليه، بتلاقي رذاذ على الاطراف بتاعه الاستيكر بتاعه الموتوسيكل كله، العلامات بتاعته بتلاقي فيها رذاذ. بتعرف ان الموتوسيكل ده رش بعد ما حط الاستيكر ده، مش زي الموتوسيكلات الفابريكا الرش الاول وبعد كده الاستيكر. بتلاقي في البروز بتاعه الاستيكر بتاع الفابريكا بيبقى بارز عن الموتوسيكل، ما بيبقاش حته واحده لو الموتوسيكل مرشوش. دي الحاجات برده زي ما قلت لكم بتعرف مبدئيا كده الموتوسيكل راشش ولا لا. ثالث حاجه الشاسيه، بتبص على اللحامات بتاعته. لحامات الفابريكا بتبقى بشكل معين منتظم، غير اللحامات اللي بنعملها هنا بتبقى بشكل عشوائي شويه، ما بيقدروش يعملوها 100% بالنسبه للفابريكا. وطبعا بتلاقي بعد ما بيعمل الشاسيه اكيد بيرشوا فوقيه، فبتشوف ان الحته دي بتلمع، الحته دي مطفيه عن باقي الشاسيه، فبتعرف تحدد ان هنا في لحام ولا لا. طب دلوقتي بيبقى في موتوسيكلات من 2004 2007 موتوسيكلات داخله في 20 سنه على الارض، في الاخر يقول لك الموتوسيكل العداد بتاعه 4000 كيلو 5000 كيلو 12000 كيلو، والعدادات دي يعتبر قليله جدا. فانا دلوقتي اعرف ازاي ان العداد ده مطابق للموتوسيكل اللي عايز اشتريه ده ولا لا؟ ماشي. حته العدادات ان هي ماشيه 4000 و8000 كيلو، عداد الموتوسيكل مش زي العربيه. عداد الموتوسيكل بيقلب بعد او بيصفر بعد 100,000 كيلو، فالموتوسيكل عادي جدا ان هو يمشي 100,000 كيلو، وده مش عيب في الموتوسيكل. الموتوسيكلات بتمشي لحد 300 و400,000 كيلو، بيبقى ماشي مثلا 113 بس انت بتلاقي على العداد مكتوب 13,000. بتعرف منين ان هو العداد ده صحيح ولا لا؟ بتعرف من الحاجات الصيانات اللي بتتعمل في الموتور، زي الكتينه وورق الدبرياج. هي حاجات بتبقى مفكوكه في الموتور ومتغيره، بس ما بتعيبش الموتوسيكل. دي حاجات بتتغير عند كيلو متر معين، التوكيل نفسه قايل لك كده. الكتينه تتغير ل 40-50,000 كيلو، نفس الفكره ورق الدبرياج. لو الموتوسيكل ده مغير كتينه، مغير شداد الكتينه، مغير ورق الدبرياج، بعرف ساعتها ان الموتوسيكل ده مستريح معدي ال 40-50,000 كيلو، فالعداد بتاعه ده ما بيبقاش مظبوط. طيب سؤال جدلي بقى، دلوقتي لو انا واحد خلاص قررت ان انا اشتري موتوسيكل، وفي قدامي ان انا اشتري من معرض، وقدامي ان انا اشتري من واحد عادي عرض الموتوسيكل بتاعه مستعمل للبيع، وممكن ان انا اروح اعينه كده، انا هستفاد ايه؟ او ايه الفرق ان انا ممكن اشتري من معرض او ان انا اروح مع نفسي اشتري موتوسيكل من واحد عرض الموتوسيكل بتاعه؟ اهم حاجه بتميز المعرض عن الشخص العادي ان المعرض بيبقى كاشف على الموتوسيكل، مفليه زي ما بيقولوا من الالف لليه، بيجيب لك الملخص بتاع الموتوسيكل كمميزات وكعيوب. ولما تاخد الموتوسيكل لا قدر الله طلع فيه مشكله، عطل منك فيه اي حاجه، بتلاقي حد ترجع له بعد ما بتشتري الموتوسيكل، مش زي ما بتشتري من شخص عادي ما بتلاقيش حد ترجع له ولا حد تتكلم معاه. لو معرض سمعته حلوه والموتوسيكل عطل منك هيساعدك، هيغير لك قطعه الغيار لان سمعته هي الاهم، عكس لما تشتري من حد في الشارع ما بتلاقيش ان انت بترجع له او بتلاقي حد تتكلم معاه بيقول لك انا بعته خلاص. ممكن لو حد عنده خبره كفايه في الكشف على الموتوسيكل يروح لقى موتوسيكل لقطه سعره حلو معروض وبيحصل كتير، يروح يتفرج عليه طبعا، ولو لقى الموتوسيكل حلو حالته كويسه وسعره مناسب ليه يخلص فيه بشويه الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي،
هتبص عليها الموتوسيكل عجبك سعره مناسب ليك، اتكل على الله طبعا، مش شرط المعرض. ايوه السعر بقى، يعني عايز اعرف فرق السعر بين المعرض وبين بره المعرض، هل انا في فرق بين الاثنين هستفاد بحاجه لو اشتريت بره المعرض؟ مش شرط عشان انت بتشتري من محل او بتشتري من معرض ان السعر يبقى اغلى من بره. النهارده في ناس كتيره جدا اشترت في فتره ارتفاع دولار موتوسيكلات، الزبون ما بيخسرش، مش عايز يخسر، بيطلب في الموتوسيكل زي ما هو اشتراه لما الدولار كان متسعر بحاجه و70. احنا كمعرض ما بنعملش كده، بنشتري في الوقت ده بالرخيص، لازم نمشي الدنيا، العجله تفضل ماشيه حتى لما الدنيا بتهدى احنا بننزل الاسعار. فوارد جدا ان انت ممكن تيجي تشتري من المعرض اسعار ارخص من بره، وفي احيانا برضو ممكن تلاقي واحد عايز يبيع الموتوسيكل وشايف ان ده سعره العادل تشتري من بره اعلى، لكن مش شرط ان المعارض تكون اغلى من بره خالص. كان معاكم سامح ريف ومعاذ سعد، سلام.